السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم سلو أو صفوف بطريقة مميزة بدون دقيق أبيض وبدون سكر أبيض. غادي نوجدو إن شاء الله بإلان وبالعسل. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. اذا بالنسبه للمقادير فهاد الصفوف ديالي كي قلت لكم ما غاديش ندير فيه الطحين العادي، غادي ندير فيه، غادي نعوضو بإلان، طحين إلان. إلان هو الدخن باللغه العربيه، ومزيان ها هو كنحمروه كنطحنوه. راه باقي ما غربلتو حتى نغربلو. هذا قياس ديال 2 كيلو، لكن ملي كيتغربل غادي يبقى فيه بحال شي كيلو، حيت ما كيتسحقش مزيان. ملي كنغربلوه بزاف غتبقى فيه جاده كيلو. عندنا الزنجلان السمسم 1 كيلو، عندي الكاوكاو نص كيلو، اللوز نص كيلو، القرقاع ربعة، زريعة الكتان شي 300 غرام، وهنا النافع وحبة حلاوة حمرتهم شوية وطحنتهم. دونك كذلك غادي ناخذ واحد المعلقة ديال القرفة، الكوزة، واحد الكوزة تنطحنوها نسخنوها ونطحنوها، والمسكه ما عرفت فين مشات ليا تنلقاها. اذا هادو هما المقادير اللي استعملت بالنسبه للقياس ديال الكيلو ديال الطحين. هاد الصفوف تيجي صحي حقاش ما كيكونش فيه الدقيق الابيض والدخن راه مزيان. هادو هما المقادير. على فكره كنقيوهم بعدا كنحمروهم ما يتحرقوش، غير يتحمروا شي شويه. من بعد غادي نطحنوا كاع هاد الشيء، وغادي ندوزو للمرحله الثانيه ديال التخلاط والتقديم. اذا حنا وجدنا المقادير ديالنا، هو إلا طحنا وغربلنا، نديرو مع واحد المعلقه د الملحه، هو الزنجلان تا هو مطحون، كاوكاو، اللوز، كاوكاو، اللوز، الكركاع، هادي زريعة الكتان، النافع وحبة حلاوة. هادي غادي ندير شويه د الزعتر، غنسم بالزعتر والكوزه والمسكه الحره. بالنسبه للتخليط غادي ندير الزبده مذوبه، غادي نزيد ليها العسل، ما غاديش ندير سكر ولا سنيده، نديرو العسل، زيت البلديه. نخلط القياس باش نخلط حتى الا احتاجينا. غادي نزيد المكونات، نزيد نصبق هادو، كنكب هادشي كلشي في مره. هادي المسكه كتلصق، ندير لها شويه الطحين نحركوها، نخلطو شويه هادشي، تخلطو باليد احسن. لكن دابا باش نوسخش ليكم من الاول
نخلطو هكاك ونحط شويه المنسجان. في التالي راه غادي نخدموها مزيان ونخلطو كلشي مزيان. على فكره هاد السميطه والسفوف او سلوك كل واحد كي كيقولوا على حسب المنطقه ديالو كيكون فيه المقادير مختلفه والمكونات على حساب كل واحد شنو كيحبد، وكل منطقه شنو كيقول يديروا الطريقه. كاين اللي كيدير هذا دقيق القمح، كاين اللي كيدير الشعير، كاين اللي كيدير اللان، كاين اللي كيدير هذا طحين الفورص يعني دقيق طري. كل واحد كيدير شنو بغى. المهم الاساس هو كيكون شي حاجه ديال الدقيق مع مكسرات والزرارع بودرات، وكيتخلط بالزيت يا الروميه. كاين اللي كيدير البلديه، كاين اللي كيدير السمن ولا الزبده ولا العسل ولا السكر، كل واحد كيدير. انا بالنسبه للمكونات طحنتهم متوسط، ماشي مسحوقين بزاف، ماشي مهرمشين. كاين اللي كيخليه ثاني مهرمش، كاين اللي كيسحقهم بزاف. حنا درنا بين وبين. غادي نستمروا نخلطوا مزيان حتى ينسجموا مزيان العناصر، وغادي نزيدوا هاد الخليط باش نخلطوا مزيان هاد باش ما يبقاش ناعس لتحت. غتشوفوا بان الخليط مايل الخضوره، حيت الا نخضر غنكب شويه ونخلط غير بشويه. نبقاو نزيدو كل ما لقينا بان الخليط خاصو سائل نزيدو حتى نحصلوا على خليط متجانس بالقوام اللي بغينا. نزيدو شويه لهنا. كتبان يمكن غيكفي، الا خصنا نزيدو نزيد شي شويه هنا. ترميني هادشي يمكن صافي. دابا ندوزو لخدمة اليد، نبقاو نخلطو تخلط مزيان هادشي. غادي نحبس باش نخلط بيدي بجوج باش نتحكم في التخلاط مزيان. اذا هو الصفوف ديالنا وجد، زيناه بشويه القرقاع واللوز في الجوانب.